السلام عليكم ورحمة الله. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين وللمؤمنين والناس أجمعين، بل بالنبي الأمين. قال الله تعالى وهو يوصي الناس بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. واعلموا رحمكم الله أن في تقلب الأيام واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإننا نستقبل في هذه الأيام
أوائل عام 1446 لهجرة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإنها لمناسبة ينبغي أن يعلم الإنسان أن أيامه تنصرم، فحياتك يا عبد الله هي أيامك التي مرت وسنتك التي مرت، وأنت قد أقبلت إلى سنة قد أفسح الله لك فيها العمر لتؤوب وتتوب إن كنت من المذنبين، ولترجع إليه إن كنت من المقصرين، ولتزداد في العمل إن كنت من المتقين. والله تعالى قد جعل هذا الشهر أوله شهرا حراما، كما قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأربعة هي ذو الحجة، هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم الحرام ورجب الفرد، كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين. وهذا من عدل الله أنه يبتدئ السنة بشهر حرام وهو شهر الله المحرم، ويختمها بشهر حرام وهو ذو الحجة. وهذا من كرم الله علينا وفضله على أمة الإسلام أن يفتتح لهم بمواسم الخيرات، وأن ينهي لهم العام بواسم الخيرات، ليكون أول العمل مباركا وآخر العمل مباركا وخير الأعمال خواتمها. ولهذا كان فضل هذا الشهر فضلا عظيما، فيكفي في فضله أن الله نسبه إلى نفسه بنسبة النبي له إليه سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل وأي الصيام أفضل؟ قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فكان هذا الشهر نسبته إلى الله أي شهر الله المحرم، مع أن كل الشهور بل كل الأيام بل كل الأزمان هي لله جل وعلا، لكن نسبة هذا الشهر لفضيلته وما جرى فيه من الأحداث. ومن أعظم حدث جرى في هذا الشهر نصر الله لنبيه الأمين وكليمه الرحيم موسى عليه السلام على عدوه فرعون، عندما أغرق الثاني ونصر عند قوله: كلا إن معي ربي سيهدين. ولهذا كان هذا الشهر معظم حتى في الجاهلية، بل حتى قبلنا عند أهل الأديان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الناس يصومون يوم عاشوراء، والناس القوم هم أهل الكتاب، فقال: أي يوم هذا تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم نصر الله لعبده موسى على فرعون. فقال: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه حتى في مكة أم القرى. إن الواجب على المسلم أن يعرف أن تغير الزمن وتعاقب الليالي والأيام هي آيات لمن يتفكر ويتدبر، وليست هي مواسم للهو أو الزهو أو غير ذلك مما لا ينبغي أن يصير عليه المسلم. فأيامنا سرعان ما تنقضي، وبين أيدينا أيام قد تقبل علينا بالفتن، فالموفق من وفقه الله. وإن من فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب لمن صام ذلك اليوم يوم عاشوراء أن يغفر الله له السنة الماضية، أن يغفر له ذنوب السنة الماضية. وأهل السنة والجماعة ينظرون إلى مغفرة الذنوب بنظرين اثنين: أما الأعمال فتغفر بها الصغائر، وهذا عام في كثير من الأعمال، فالصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأما كبائر الذنوب فلا بد لها من التوبة،
ويبقى رحمة الله جل وعلا، والله ذو الرحمة الواسعة. فعلينا أن نجتهد في صيام هذا اليوم، بل إن العلماء قالوا حتى المسافر أن يصوم، ولكن إياكم وكثرة المبالغات بالتقصير في الأعمال لانتظار هذه الأوقات. فيجب على المسلم أن يستغل كما مر في الحديث الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، فإنه لا يدري أحدنا أيدرك ذلك اليوم أو لا يدركه، أيصل إليه أو لا يصل إليه، إذ الأعمار بأيدي الله. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون 13 كما قال أبو عثمان النهدي، 13 معظمة عند السلف. العشر الأواخر من رمضان لما اجتمعت فيها من العبادات، وفيها ليلة القدر، وفيها يوم العيد. والعشر الأول من ذي الحجة لما فيها من الوقوف بعرفات، وفيها يوم العيد. والعشر الأول من المحرم لما فيها من يوم النصر، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عند صومه: لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء. والناس في عاشوراء عباد الله على 3 مراتب: المؤمنون، الموحدون، المتبعون لهدي النبي الأمين، لا يزيدون على الصيام، فهذه هي السنة الواردة. وإن كان صوم الشهر كله فيه فضل، فأحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. الطائفة الغالية الضالة التي جعلت هذه الأيام وسيلة لسب الأصحاب، ويوما للطم الصدور وشق الجيوب ونتف الشعور بغير طائل يدور، إنما هو تشويه للإسلام، وهي طائفة الرافضة. وقسم آخر جعل في ذلك سببا لإزعاج المسلمين. قد لا يكون هذا عندكم، ولكن في بلداننا تجد على أن الناس تضيع الأموال في المفرقعات فتزعج الناس، وقد تسقط الأحمال أحيانا، فهذا كله ليس من الخير. ولهذا قال ابن الحاج رحمه الله: ولم يثبت في الاحتفال في أيام عاشوراء نص أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام. ألا وإنه يجب علينا معاشر المسلمين أن نهتدي بهدي الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص في هذه الأيام التي عظمها الله على الصدقات والإحسان للفقراء والبر بالمساكين وصلة الأرحام، وخاصة صلة الوالدين الكبيرين. فإنه يجب على المسلم شبابا وكهولا أن يحرصوا على زيارة آبائهم والإحسان إليهم والبر بهم، فهم باب من أبواب الجنة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يجعلنا من أتباع النبي الكريم، وأن يوفقنا إلى صالح الأعمال في القول والعمل. قلت ما سمعتم، وأسأل الله لي ولكم المغفرة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من اختاره الله من خلقه لبيان أحكامه. أما بعد، les serviteurs d'Allah, Allah Azza wa Jal, il a fait les changements entre les jours et les nuits et les mois, et il a choisi des mois sacrés. Ces mois sacrés, ce sont 4 parmi les 12 mois de l'année. Ce sont Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, le mois qu'on est là. Et Rajab al-Fard, c'est entre Jumada et Sha'ban. Et Allah Azza wa Jal
il choisit ce qu'il veut pour ce qu'il veut, lui. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Et quand Allah il choisit un moment, c'est pour qu'il ait un moment sacré et pour qu'on fait des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le dit. Et parmi les choses qu'on le fait dans ce mois-là, c'est le jeûne de le jour 10, Yawm Ashura. Car ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si on fait le jeûne de ce jour, on espère que Allah Azza wa Jal efface nos péchés de l'année précédente. Mais les péchés, tous les péchés s'effacer. Mais ce n'est pas seulement avec le jeûne de le jour 10 de Muharram. Il y a plusieurs façons d'effacer les péchés et nous sommes des pécheurs. On fait les péchés et c'est pour cela qu'il faut chercher les moyens d'effacer les péchés. Et parmi les choses qui effacent les péchés, les 5 prières du jour, le Jumu'ah, entre le Jumu'ah et le Jumu'ah, le jeûne de Ramadan, faire l'Umrah, c'est tous des moyens d'effacer nos péchés. Seulement les grands péchés, il faut qu'on en fasse le tawbah pour Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous demande de faire le tawbah chaque jour. Elle ouvre ses mains la nuit et le jour. Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'un layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Et les gens, dans ces premiers jours, 10 jours de Muharram, ils sont 3 catégories. Les croyants et les gens qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait que les choses que le prophète a demandé. Et le prophète nous a demandé de faire le jeûne. Rien de plus. Ainsi, oui, le jeûne pendant tout le mois de Ramadan, de Muharram, c'est sacré. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui l'a posé la question sur le mieux du jeûne, il a dit après Ramadan, il y a le Muharram. C'est ce mois-là. On peut faire le 10, le 11, le 24, le 30, même le 30. Car tous ces jours, ce sont des jours sacrés pour Allah Azza wa Jal. La deuxième catégorie, c'est les gens qui choisissent ce moment-là à cause de la mort de Hussein, radiyallahu anhu, pour faire pleurer, crier, taper leur corps. C'est pour rien, seulement pour montrer que l'islam, c'est méchant. Et la troisième catégorie, peut-être qu'il n'est pas là dans votre pays, mais chez les Maghrébins, ils choisissent ce moment pour faire les festivals et les mufarqa'at, les jeux de lumière ou là, les jeux qui explosent. Et pour cela, toutes ces manières, il n'y a qu'une seule manière qu'il faut. Et c'est des moments sacrés pour faire plus de sadaqa, plus de dons. Et moi je vois, il n'y a aucun qui m'a dit ça, et moi je vois qu'il y a des gens qui cherchent et cultivent les dons pour une chose sacrée. C'est construire, agrandir ce mosquée-là. هذا العمل من أفضل الأعمال في هذا الشهر ومن أفضل الصدقات في هذا الشهر أن تتصدقوا لبيت الله الذي يأويكم حتى لا نرى من يقف خارج المسجد ويجلس في المطار فتواصوا فيما بينكم وأنا كما قلت لكم لم يطلب مني أحد أن أقول هذا الكلام والله شهيد على ما أقول وإنما رأيت لأن الناس في الخارج فينبغي عليكم معاشر أهل هذا المسجد أن تتعاونوا في هذا الشهر وأن تتكاتفوا ومن بنى لله مسجدا وفي رواية بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفصل قطع فبمثل هذه الأعمال نستطيع أن نتعاون والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وخير الكلام ومسك الكلام
وختام الكلام اتباع هدي الله فيما طلب، فمما طلبه الله في أمر بدأ به في نفسه وثنى به بملائكة قدسه وأيه بكم أيها المسلمون، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على النبي المصطفى والإمام المجتبى سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى 4 الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي 10 البررة الكرام الخيرة، وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. اللهم وسع علينا مسجدنا ويسر أمرنا واشرح صدرنا وألف قلوبنا، واجعل يا ذا الجلال والإكرام السلام ميداننا. اللهم كما هذا الاسم السلام فأنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المتعاونين على الخير واهدهم سبل السلام. اللهم من كان له مريض فعافه، ومن كان له مبتلا فاهده، ومن كان ضالا فيسر له الهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت قولنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم أدم علينا الأمن والأمان في بلاد الإسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر المشركين، وعليك بأعداء الدين في كل مكان. اللهم ثبت حجتنا وأدم قولنا للحق، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من القائمين بأمر الله، ومن الهادين إلى سبيل الله، ومن المتعاونين على الخير أينما حللنا. اللهم آباءنا الكبار اللهم أدم عليهم وألبسهم الصحة والعافية. اللهم ألبسهم الصحة والعافية. اللهم أرهم في أبنائهم ما يحبون. اللهم اكفنا واكفهم شر الدنيا. اللهم اكفنا واكفهم شر المرض. اللهم اكفنا واكفهم شر الابتلاء. إن الله على كل شيء قدير. وصلوا وسلموا على النبي البشير وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا. استووا اعتدلوا. تقاربوا، حادوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل. وبعد الصلاة ستكون صلاة الجنازة، وهي جنازة رجل غفر الله لنا ولكم. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ السلام عليكم. في المسجد اليمين. استغفر يا جماعة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله عليك.